انا دكتور وخطيبي مش دكتور، في كل الصفات اللي كنت بحلم بيها وبحبه. خايف احس بعدين اني غلطت لو ما خدتش دكتور. هو الاكيد ان انت هتحسي بعدين ان انت غلطتي، لا انت محتاجه تغيري طريقه تفكيرك. طب لو انت ما غيرتيش طريقه تفكيرك ايه اللي هيحصل؟ في الاغلب حتى لو كملتي معاه هتشوفي ان هو اقل منك، فبالتالي هتحسي ان هو مش مالي عينك، فهتحسي ان انت غلطتي. طيب لو انت ما كملتيش معاه ايه اللي هيحصل؟ هتكملي في حياتك ويمكن تقابلي الدكتور، فتعرفي بعد كده بعد الحياه لما تيجي تشتغلي انه ما تفرقش. ما يفرقش انت شغاله ايه، دكتوره ولا مهندسه ولا محاسب، ما تفرقش. ده مش هيعلم من انسانيتك في حاجه. فساعتها هتحسي بالندم ان انت عايشه مع شخص مش مرتاحه معاه، بس هو دكتور بس مش مبسوطه. فهتحسي ان انت غلطتي برضه ان انت اخترت شخص مش مناسب. فاللي محتاجه تغير طريقه تفكيرك. التفوق الدراسي مش بيزود من انسانيتك، التفوق الدراسي بيديكي فرصه انك تختاري شكل الشغل اللي انت تحبي تشتغليه بس، مش بيضيف منك حاجه.